الناس العباقرة اللي بعشقها عبد الله غيث. عبد الله غيث ده راجل عظيم جدا وواعي جدا ومثقف جدا وممثل جميل جدا وعبقري. ومع ذلك ما خدش بقى. تحب له ادوار ايه دور بتحبه له؟ مثلا سيدنا حمزة مثلا في فيلم الرسالة عظيم. في ذئاب الجبل. في ادم الشرقاوي. لا راجل عظيم جدا. وبعدين ابويا الله يرحمه كان دايما هو كان بيحب عبد الله غيث قوي. هو كان شبه عبد الله غيث فعلا. فكان بيقعد يفرجني على حاجات عبد الله غيث، يقول لي كان في مسلسل قديم في عبد الله غيث كان قاعد كده وعامل عجوز مكحكح قوي كان بيقول لهم كذا. فادخل على النت اقعد ادور واقول له كذا يا بابا، يقول لي لا مش ده التاني اللي عمل مش عارف ايه. اكتشفت ان عبد الله غيث ده راجل عمل تاريخ في الدراما ومش بيتذاع للاسف الشديد. وفي حاجات والله العظيم قديمه للاسف احنا حاطينها في النيش. يعني حتى لما بتتعرض بشكل ان دي الحاجات الكلاسيك اللي مش هيتفرج عليها برضو غير ناس كبار في السن اللي قاعدين. والله العظيم الحاجات دي لو اتعرضت دلوقتي يعني تعمل لها دعايه بشكل مختلف، اتعرضت يعني جنبا بجنب كده مع الحاجات اللي بتنزل صحيح. اصلا اوريدي والله العظيم هتكسر الدنيا. حاجات ممكن يعاد اكتشافها من الاول تاني. انا اكتشفت ان هذا الرجل العظيم عبد الله غيث ده عامل شويه اعمال جميله وكانت محققه جدا في ايامها. لقيت ابويا مثلا الله يرحمه فاكر كل الحاجات دي، يقول لي لا ده المسلسل بتاع كذا وده المسلسل بتاع كذا. وبدات اشوف بقى وادخل على اليوتيوب ولقيت معظم الحاجات دي موجوده. لقيت الراجل ده عامل حاجات عبقريه جدا. احنا عندنا كنوز يعني كنوز واحنا ما شفناش منها غير الحاجات البسيطه الشهيره، زي ذئاب الجبل والحاجات زي ما انت حاجات قليله جدا صحيح. لكن لا ده الراجل ده عظيم، استاذ كبير.